حياتها كانت مثيرة للجدل. عاشت مع 2 من الملوك، واحد اتحكم فيها والتاني اتحكمت فيه. تاريخنا مليان حكايات، وحواء ليها دور كبير على مدار التاريخ. حواء النهاردة هي الملكة نازلي. اتولدت الملكة نازلي في يونيو سنة 1894 في اسكندرية في قصر والدها منطقة سان ستيفانو. هي من عيلة أرستقراطية، بنت عبد الرحيم باشا صبري وزير الزراعة. والدتها كانت سيدة مجتمع كريمة محمد شريف باشا. محمد شريف باشا كان أبو الدستور المصري. اتجوزت الملكة نازلي السلطان فؤاد وهو أكبر منها ب20 سنة بعد طلاق الملكة شويكار. الملك فؤاد كان ليه نزوات كتير جدا قبل جوازه. كانت دايما تضحك وتقول مسكينة أوي البنت اللي هترتبط بالملك فؤاد، علشان تمر الأيام وتكون هي البنت المسكينة. الملكة نازلي كانت حلوة ورشيقة وملفتة للنظر، علشان كده الملك فؤاد كان بيغير عليها غيرة جنونية، لدرجة انه كان حابسها جوه القصر وبيخلي ناس من الحرس يراقبوها ويراقبوا كل تصرفاتها. حتى طول ال17 سنة اللي كانت عايشاهم مع الملك فؤاد ما سمحش ليها بالسفر غير مرة واحدة، لما الدكاترة كلهم أجمعوا إنها لازم تسافر للعلاج، وده كان سنة 1927. حتى لما كان الملك فؤاد بيسافر لأي دولة أوروبية ما كانش بيسمح ليها بالسفر معاه غير لما تتحجب، دي غيرته عليها، وبرفض تكون معاه في نفس الباخرة وتسافر بيخت المحروسة علشان ما تختلطش بأي حد. الملكة نازلي أم الملك فاروق والأميرة فوزية والأميرة فايزة والأميرة فايقة والأميرة فتحية. وفي سنة 1936 مات الملك فؤاد. خدت راحتها على الآخر، ما بقتش حاطة في دماغها أي حاجة، ولا إنها أم ملك ولا إنها كانت زوجة الملكة فوزية. كان ليها دور مهم قوي في حياة ابنها الملك فاروق. كان عنده 15 سنة لما توفى باباه، ما كانش عدى عليه السن القانوني لتولي الحكم، فاتعمل لجنة وصاية واللي كان رئيسها ابن عمه الأمير محمد علي توفيق، واللي كان حاطط عينه على الحكم. عملت هي إيه بقى؟ طلبت من الإمام المراغي فتوى بتقول فيها إن يجوز للإنسان إنه يتصرف في أمواله في سن 15 سنة، وتسلم الملك فاروق حكم البلاد في سن 17 سنة. ومن هنا بدأت الملكة نازلي تستمتع بحياتها، ده من وجهة نظرها، خروج وسهر. كانت الإشاعات حواليها كتير جدا بإنها كان ليها علاقات عاطفية وأكترها بالدبلوماسيين، لكن كان في شخص واحد بس هو كان بطل حكايتها، أحمد حسنين باشا. هو كان لفترة كبيرة قوي أهم رجال الملك فاروق. ارتبطت بيه الملكة نازلي بعلاقة عاطفية 9 سنين، لحد ما الملك فاروق في وسط العلاقة دي عارف، فقال لهم لأ ما ينفعش، فطلب منهم ان هم يتجوزوا، بس كان في السر من غير ما حد يعرف. فضلت متجوزاه لحد ما مات أحمد حسنين 1946. بعدها قررت إنها تسافر في رحلة علاج لأوروبا، بس هي بينها وبين نفسها ما كانتش هترجع مصر تاني علشان تعرف تعيش بحرية. أول ما وصلت مارسيليا كان في استقبالها رياض غالي، كان بيشتغل وقتها أمين المحفوظات في سفارة مصر في مارسيليا. اتكلف بأنه يكون تحت خدمة الملكة والأميرات، لأنها سافرت مع الأميرة فتحية والأميرة فايقة. كان ملازمها طول الوقت خروج وفسح وسهر، كل ده كان بيوصل للملك فاروق في تقارير سرية. طبعا تصرفاتها كانت مضايقة الملك فاروق جدا، والناس والشعب بدأوا يتكلموا على تصرفاتها، وكانوا بيقولوا بالبلدي كده ما كانش قادر عليها. الملك فاروق طلب منها انها تبعد عن رياض غالي، هي ما رضيتش. رياض غالي كان اصغر من الملك النازلي بكتير جدا، كان هو في اوائل الثلاثينات وكان مسيحي. الملك فاروق عمل ايه بقى؟ طلب من السفارة المصرية انها تبعد رياض غالي عن خدمة مامته واخواته. رياض غالي رفض. عملوا ايه السفارة المصرية؟ حالته على المعاش، ففضل معاهم، وكانت بتقول انه هو كان السكرتير الخاص بيهم، وعملت له توكيل عام بالإدارة. بعد فترة أعلنت الملكة نازلي خطوبة الأميرة فتحية على رياض غالي. عمل إيه بقى الملك فاروق؟ استدعى الملك فاروق مجلس البلاط برئاسة محمد علي، فقرر رفض الجوازة دي، وجردوها من كل الألقاب والامتيازات الملكية، وجردوا الأميرة فتحية من اللقب ده، يعني ولا الأميرة أميرة ولا الملكة ملكة. وكالعادة الملكة نازلي عملت اللي في دماغها، جوزت بنتها جواز مدني، ده علشان طبعا هو كان مسيحي وهي كانت مسلمة، وبيقال ان الاميرة فتحية هي والملكة نازلي اعتنقوا المسيحية بعد كده. وعشان لا يصح الا الصحيح والملك فاروق كان عنده حق، خسر رياض غالي كل فلوسه وفلوس مراته وفلوس الملكة نازلي في لعب القمار والمخدرات. الاميرة فتحية قررت تنفصل عن رياض غالي بسبب ادمانه الكتير للمخدرات. رياض غالي قرر يقتلها وينتحر. قتلها
وانتحر، بس للأسف ما ماتش، واتحكم عليه ب15 سنة سجن. بعد الحادثة دي وبعد موت بنتها، الملكة نازلي تعبت بزيادة، عاشت حياة الفقر بعد إشهار إفلاسها وخسرت كل فلوسها. كانت عايشة في حي الفقراء في لوس أنجلوس. وفي سنة 1965، في نفس السنة اللي توفى فيها الملك فاروق، اعتنقت الديانة المسيحية الكاثوليكية لحد ما ماتت وعمرها 84 سنة سنة 1978. ماتت واتدفنت في كنيسة في لوس أنجلوس في أمريكا. عايزة أقول إنها اتظلمت من الملك فؤاد، لكن هي كانت عنيدة، والعند آخرته خراب ودمار. أول عن آخر كانت زوجة ملك وأم ملك، لكن عندها وعدم احترامها للعادات والتقاليد وصلها للفقر ودمار حياتها وحياة اللي حواليها.